أخطر غلطة إنك تشتري سهم وهو بينهار بحجة إن سعره رخيص. الاتجاه الهابط أو الداون ترند هي أكبر مصيدة بيقع فيها المبتدئين، وتعريفه الفني هو سلسلة من قمم وقيعان هابطة، وده معناه إن السعر ينزل ويعمل قاع جديد وبعد كده يطلع يشم نفسه شوية ويعمل قمة تاني، بس القمة دي بتكون أقل من القمة اللي قبلها، وبعدين ينزل تاني ويكسر القاع القديم ويعمل قاع أوطى منه. طول ما السلم ده شغال قمة أقل من قمة وقاع أقل من قاع، إياك تفكر تشتري وتقول أنا بصطاد القاع، لأنك في الغالب أنت بتلعب بالنار. في الاتجاه الهابط أي طلوع بيحصل مش فرصة شراء، ده فرصة تقلل خسارتك أو تهرب، لأن الاتجاه العام مسيطر عليه البياعين والسعر مرشح للهبوط أكتر لحد ما يثبت العكس. وافتكر إني قلت لك ترند از يور فريند. هقول لك مثال واقعي، زي كوره وقع على سلم، تخبط في سلمه وتنط نطه صغيره لفوق، بس بعدها هتكمل نزول لدرجه اوطى. النطه الصغيره دي مش صعود، دي مجرد رد فعل قبل ما تكمل نزول. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: الاتجاه الهابط هو سلسله من القمم والقيعان المتناقصه، ويعتبر الشراء فيه مخاطره عاليه جدا حتى تتم اعاده هيكله الاتجاه. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.